هذا الشاب كان رايح على مقابلة شغل في مبنى الإذاعة والتلفزيون، ولقى نفسه في مقابلة وعلى البث المباشر في قناة BBC البريطانية، أشهر قناة في المملكة المتحدة. وهيك بلحظة صاروا الآلاف بيشاهدوا فيه. ولسه الصدمة الأكبر كانت لما خلصت المقابلة وصار تحت الكواليس. Website News Wireless. Were you surprised by this verdict today? I'm very surprised to see this verdict. يلي حصل انه في 2006 في شاب من اصول افريقية وبالضبط من الكونغو اسمه جاي جوما وصل مقر BBC في لندن حتى يقدم على وظيفة عادية، بس نظرا لتشابه الاسماء وخطأ صغير من موظف الاستقبال انخلط اسمه مع اسم صحفي مشهور كان مفروض يطلع على الهواء مباشرة. طبعا الشاب اسمه جاي جوما والصحفي التقني المشهور يلي مفروض يطلع على البث المباشر اسمه جاي كيويني. فجاي اللي جاي يقدم على وظيفة لقى حاله داخل استوديو الأخبار، فركبوا له المايكات وبدأ المخرج يعد 1 2 3. وقتها جاي طلع على البث المباشر على قناة BBC في مقابلة عن التقنيات ما بفهم فيها ولا اشي. جاي اول ما سمع اسمه ووظيفته كانت الصدمة كثير واضحة على وجهه، بس بدل ما يوقف المقابلة او يهرب ظل قاعد ويحاول يجاوب على الاسئلة على قد ما بيقدر. ولسه الاغرب من هيك بعد كل هذه الشهرة يلي اخذها بالغلط راح على نفس المقابلة ما انقبل بالوظيفة يلي اصلا كان جاي علشانها. انت لو مكانه بتكمل المقابلة ولا بتحكي انهم جايبين الشخص الخطأ؟